لو مهتم بالجديد والمفيد في عالم التطبيقات اشترك في قناتي وأنا هقولك وظيفة كل تطبيق مزايا وعيوب. كتير ممكن يبقى حد عايز يتصفح الإنترنت بدون ما حد يعرف هو بيتصفح إيه أو بيخش على إيه. كمان في حد بيبقى عايز يفتح صيدات مقفولة في بلده، إن هو عنده مثلا معمول بلوك أو معمول حظر للتطبيقات دي أو قصدي للمواقع ديت في البلد اللي هو عايش فيها. التطبيق ده بيجمع بين حاجتين: متصفح وفي نفس الوقت VPN. هتقدر عن طريق المتصفح بتاعك إن أنت تتصفح كل المواقع الإخبارية اللي أنت عايزها واللي مش عايزها، وأنت مخفي ال IP address بتاعك، سواء عشان انت متصفح بتصفح الخفي او حتى عشان انت عامل VPN. وال VPN بيغير ال IP address بتاعك، بحيث انت لو انت داخل مثلا من القاهرة في مصر، هو يفتح لك من الهند. فلو في حد بيتابعك او بيدور وراك او حد مراقب تليفونك او راكب تليفونك، فما بيقدرش يوصل، لان ال IP address يبقى مختلف، فما بيقدرش يخش على التليفون بتاعك ولا يقدر يعرف انت دخلت على ايه او فتحت ايه. لو ما كنتش تعرف التطبيق قبل كده وأول مرة تعرفه من خلال قناتي، شير ولايك وسبسكرايب. التطبيق تقييماته كويسة ومحمله 4 مليون 10 مليون مستخدم. واستناني في تطبيق جديد في قناتكم.